تفتكر لو جثة قامت قدامك وقالت لك تعالى معايا، هتمشي وراها ولا تهرب؟ اعمل لايك للفيديو وصل على النبي وتعالى احكي لك. رحت القرية بنفسي وقابلت اهلها، قالوا لي ان الاستاذ عادل واحد من اغنى رجال القرية مات غرقان في الترعة، لكن الغريب ان ابنه هو اللي نشر حكاية انه انتحر. نمت تاني في المشرحة وصحيت على نفس الصوت، نفس الجثة قدامي. قال لي تعالى معايا، مشيت وراه لنفس الترعة ونفس المشهد، لكن المرة دي شفت الحقيقة. 2 رجالة، واحد بيراقب والتاني بيخنق الأستاذ عادل، وبعد ما اتأكدوا ان نفسه اتقطع رموه في الترعة زي الكلاب. وعرفت السبب الحقيقي لنظرة الفزع على وشه، مش عشان غرق لكن عشان شاف في عينين اللي بيخنقه ابنه. من يومها الجثة اختفت من كوابيسي، لكن السؤال هيفضل يطاردني. هو انت تفتكر مين اللي قتل الأستاذ عادل وليه اولاده خبوا الحقيقة؟ اكتب لي رأيك في التعليقات.